السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم السفنج المغربي بالطريقة المغربية، ساهل وتينجح 100%. نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للآخر. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. بقاو معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجوا الخميرة حبيبات أو الخميرة معجونة ملعقة كبيرة، أو 20 غرام ديال الخميرة ديال حبيبات، خميرة الخبز العادية، 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة، وغادي نضيفوا كاس كبير من وزن 200 مليلي ديال الماء الدافئ. نخلطوا هاد المكونات ونغطيوهم ونخليوهم حتى يختمروا تقريبا 10 ديال الدقائق، ونعاودوا نرجعوا من جديد. من بعد ما مرات 10 ديال الدقائق كيف ما كتلاحظوا تفاعلت لنا الخميره ولا الخليط فيه فقاعات. ضروري نديروا هذه المرحله لانها كتنجح لنا السفنج تيجينا خفيف ومنفوخ. نتمنى انكم تجربوا نفس الطريقه باش يصدق لكم السفنج. نبداو نضيفوا الدقيق. انا تقريبا غادي ندير 600 غرام ديال الدقيق ديال الفورس. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الكميه اللي بغيتو تحضروا. نضيفوا شويه الملح ونبداو نعجنوا العجين ديالنا، وحنا كنضيفوا الماء تدريجيا، الماء الدافئ، حتى نحصلوا على واحد العجين اللي غادي يكون رطب وخفيف وكيلتصق باليد. ممكن نعجنوا العجين ديالنا في آلة العجن او ممكن نعجنوا في القصريه بيدينا. نفس الطريقه نتابعوها، وضروري نحصلوا على واحد العجين اللي يجينا خفيف وتلتصق باليد كيف ما تلاحظوا في الفيديو. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال العجين اللي خصو يكون عندنا. هذا هو القوام ديال العجين، يكون تلتصق باليد. نغطيوه ونخليوه يختمر. ضروري نخليوه يضاعف الحجم ديالو. انا غادي نخليه ساعتين ونعاودوا نرجعوا. من بعد ما اختمرنا العجين ومرات ساعتين، كيف ما كتلاحظوا ضعف الحجم ديال العجين، نوضعوه في القصريه ونحاولوا نخرجوا منه الهواء بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي ناخذوا واحد البلاطو ندهنوه بالزيت ونبداو نكوروا العجين ديالنا كويرات صغيره او متوسطه او كبيره على حسب الرغبه، كيفاش بغيتو يكون السفنج، واش كبير او صغير. بالنسبه لي انا غندير كويرات شويه كبيره. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نسيل العجين كامل ونعاود نرجعوه من جديد.
بالنسبه للطهي غادي نحتاجو جوج ديال المقالي، وحده غادي نديرو فيها كميه قليله ديال الزيت، والثانيه غنديرو فيها كميه كبيره من الزيت كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. المقله الاولى غنديروها على نار مهيله، والمقله الثانيه غنديروها على نار متوسطه. نبداو نحلوا الكويره الاولى بالطريقه ديال السفنج كيف ما كتلاحظوا، ونحطوها في المقله الاولى ونخليوها حتى تنتفخ بهذا الشكل هذا. عاد نحطوها في المقله الثانيه ونقابلوها حتى تتحمر، عاد نقلبوها. نستمروا بهذا الشكل، نعاودوا نهزوا كويره ثانيه ونثقبوها من الوسط كيف ما كتلاحظوا، نحطوها في المقله الاولى. صافي نستمروا بهذه الطريقه هذه وحنا مقابلين السفنج ديالنا. تنقلبوه غير في المقله الثانيه، اما المقله الاولى ما تنقلبوه ما والو. كنهزوا السفنجه ديالنا ونحطوها في المقله الثانيه ونقابلوها حتى تحمر من كلتا الجهتين. نستمروا بهذا الشكل هذا حتى نساليو العجين ديالنا كامل.
والسفنج بالطريقه المغربيه. هذا هو الشكل النهائي ديالو، تيجي رائع، تيجي خفيف ومسفنج من الداخل كيف ما كتلاحظوا. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه، اكيد غادي تنجح معكم واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.